هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى. أنا أمل علي أحييكم لمساء هذا اليوم السبت مع فريق العمل، وأرحب بكم في فقراتنا المتنوعة. وسيرافقني في رحلة هذه الساعة زميلي الأستاذ جمال عثمان حمد من ملبورن. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير أيها المستمع الكريم والمستمعة الكريمة. جمال، عن ماذا سنتحدث اليوم في هذه الساعة؟ في السبت الماضي تحدثنا سريعا عن انعقاد مؤتمر الخرطوم لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد انتهى هذا المؤتمر يوم أول أمس الخميس. اليوم سنتحدث عن النتائج ونعلق عن المؤتمر وحضوره وما خرج به من مخرجات إن شاء الله. إن شاء الله. إذن نذهب إلى أول فقرات الساعة، وهي نشرة للأخبار، ومن ثم عودة إلى فقراتنا الأخرى وإلى الزميل جمال. تابعونا أعزائي المستمعين وأهلا بكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، مؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر يختتم أعماله بالخرطوم، ووزير الخارجية الإريتري يتهم ناشطين إريتريين.
تدفق أعداد هائلة من الإريتريين إلى السودان، وضباط في قسم الهجرة والجوازات يبيعون تأشيرات الخروج مقابل مبالغ مادية ضخمة. الأخبار بالتفصيل. اختتمت يوم الخميس الماضي 16 من الشهر الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر دولي لمكافحة الإتجار بالبشر، وشاركت فيه كل من إريتريا ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان. كما حضر المؤتمر ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي. وأعلنت الحكومة السودانية أن هناك تحسنا في تصنيف الولايات المتحدة للسودان في مجال الإتجار بالبشر من المستوى الثالث، أي عدم التعاون وعدم التشريع وعدم الاهتمام، إلى المستوى الثاني بعد صدور قانون في عام 2014 ينص على عقوبة الإعدام لمن ثبت تورطه في تلك الجرائم. وأعلن المدعي العام بوزارة العدل السودانية في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الماضي أن أهمية انعقاد المؤتمر في السودان تأتي من كونه دولة عبور للهجرات الغير الشرعية، وقال أن بلاده تتطلع من انعقاد المؤتمر إلى تقديم مساعدات لها في مجال محاربة الإتجار بالبشر من المجتمع الدولي كمراقبة الحدود وتوفير التدريب والطائرات. هذا وقد حث المؤتمرون الدول المعنية للتعامل بعمق مع الأسباب المؤدية إلى تفشي هذه الظاهرة، ومنها أسباب اللجوء وعبور الحدود بين بلدان منطقة القرن الإفريقي في ظروف شديدة الخطورة. كما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي وهو وزير خارجية إيطاليا على أهمية متابعة الجهود لسيطرة تامة على هذه الظاهرة من خلال عقد مؤتمر آخر ضمن نفس الإطار في إيطاليا في 28 من الشهر المقبل. وأوصى إعلان الخرطوم الذي صدر عن المؤتمر الدول المشاركة بالتصديق على الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بالإتجار بالبشر والتهريب والجريمة الدولية المنظمة، وكذلك تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في بلدان المنشأ والمقصد والعبور من خلال التدريب والدعم الفني بغية مقاضاة المتاجرين وتوفير الحماية للضحايا. من جهته اتهم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الذي شارك في المؤتمر ناشطي حقوق الإنسان بالمشاركة في جريمة الإتجار بالبشر، داعيا إلى ضرورة إنهاء ما وصفه بالتسييس غير المبرر والانتقائي وغير المثمر لقضية الهجرة في إريتريا، متجاهلا بذلك الأسباب الرئيسية التي تدفع آلاف الشباب الإريتري للمخاطرة بحياتهم وتعرضهم للخطر، وفي أولها سياسات الحكومة الإريترية القمعية وبرامج الخدمة الوطنية الغير محدد، إضافة إلى انعدام فرص العمل والرواتب المناسبة. وعلى الصعيد نفسه أعلنت السلطات السودانية من تمكنها من إنقاذ 17 إريتري من قبضة عصابات الإتجار بالبشر، وذلك بعد دخولهم في اشتباكات مسلحة معهم في ضواحي ولاية كسل السودانية. شهد السودان وخاصة في الفترة ما بين 7 و13 من أكتوبر تدفق عدد كبير من الإريتريين الفارين من نظام السياسة التعسفي، فقد سجل معسكر ود الشريفي وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الإريتريين من مختلف الشرائح الاجتماعية من شباب الخدمة العسكرية والأطفال والنساء الحوامل وغيرهم، حيث بلغ حتى الآن عدد الفارين 567 شخصاً. وقد علمت مصادر المنتدى أن من بين اللاجئين فلاحين غادروا مزارعهم قبل حصاد محصولهم الزراعي، كما تشير معلوماتنا إلى أن عدد اللاجئين خارج هذا الإحصاء الذين عبروا إلى الخرطوم كثيرون لقلة التجهيزات الاستقبالية بمعسكر ود شريفي لهكذا تدفق من اللاجئين. علمت مصادر المنتدى بأن سلطات التأشيرة والهجرة بأسمرة ومن خلال كبار الضباط هناك تقوم خفية وفي مطار أسمرة بمنح تأشيرات الخروج لكل من يدفع مبلغ 300 ألف نقفة. وعلى ذات السياق يقوم السماسرة بتقاضي ما بين 5 إلى 6 آلاف دولار لكل راغب في اجتياز الحدود البرية الإريترية إلى دول الجوار. وكذلك ولاستخراج تصريح المعالجة بالخارج يقوم الشخص بدفع 20 ألف نقفة.
وذكرت إحدى الشابات التي غادرت أسمر في 6 من أكتوبر الجاري للمنتدى بأنها قد دفعت لسمسار مبلغ 300 ألف نقفة لمساعدتها على الخروج. نهاية النشرة. صوت المنتدى. إذن عودة مجددة إلى الزميل جمال الذي سنتابع معه معطيات ونتائج مؤتمر الخرطوم للإتجار بالبشر. جمال، تحدثنا الأسبوع الماضي عن بداية المؤتمر، ماذا حدث من خلال رصدك له؟ كما هو معروف أمال، انتهى المؤتمر يوم أمس 16 أكتوبر الجاري، وذلك بالخروج بعدد من التوصيات والالتزامات الدولية وكذلك بمطالبات سودانية. المؤتمر كان حضوره كبير، وهو مؤتمر يمكن اعتباره قاري وفي نفس الوقت دولي، بحضور 15 بلد من أوروبا وأفريقيا بطبيعة الحال ودول القرن الأفريقي. نعم. أولا السودان أعلن التزامه بالمكافحة وإنفاذ القوانين والتوقيع على القوانين الدولية التي تتصدى للتجار بالبشر. ثانيا المفوضية السامية لحقوق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أيضا أبدت التزامه وإمكانيات التصدي لهذه القضية بدعم دول المنبع ودول المصب أو الدول التي أيضا تمارس عليها هذه التجارة اللا إنسانية. أيضا خرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أهم ما في الأمر أنه يوم 28 نوفمبر القادم سيكون هناك مؤتمر دولي كبير في روما لتعميق ما توصل إليه المجتمع الدولي في الخرطوم، وإجبار أو خلينا نقول إلزام الدول الأفريقية للتوقيع على اتفاق لمكافحة هذه القضية اللا إنسانية التي تشغل بال دول منطقة القرن الأفريقي والشعب الإريتري بشكل خاص. نعم. جمال، يعني هناك مشاركة دولية كبيرة ومشاركة إفريقية، مما يعني يدل على جدية يعني الخطوة، خصوصا أن إيطاليا من الدول المعنية وتشارك على مستوى يعني رئيس وزرائها وهو أو عفوا وزير خارجيتها وهو رئيس الاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى تفتكر أنه هذه الخطوة ممكن أن تطبق بشكل جاد بعد هذا المؤتمر؟ نعم، تصحيح. أولا المشارك هو نائب وزير خارجية إيطاليا. نعم. وإيطاليا طبعا معروفة واحدة من الأعضاء الكبار في الاتحاد الأوروبي. إيطاليا أيضا بثقلها في هذا الموضوع، أو قد بثقلها في هذا الموضوع، وهي التي تبنت المشروع من البداية، لأنه لامبيدوزا قبل عام حدثت في الأراضي الإيطالية. نعم. ووجد هؤلاء المهاجرين أيضا الشواطئ الإيطالية، وبالتالي واحدة من الدول الأوروبية التي تؤرقها هذه المسألة إيطاليا. وإيطاليا سوف تلعب دور كبير جدا في سبيل مكافحة هذه التجارة اللا إنسانية. نعم. وهي أيضا تدعو إلى زيادة التنمية. المجتمع الدولي تدعو المجتمع الدولي لزيادة التنمية في منطقة القرن الأفريقي والدول الأفريقية. نعم. من أجل الحد من هذه الظاهرة اللا إنسانية. نعم. نعم. طيب، المشاركة الإقليمية ومن ضمنها مشاركة إريتريا كيف كانت؟ الوفد الإريتري كان باهت، ما كان ظاهر، وكأن الأمر لا يعنيه. نعم. لم يصل لنا حتى الآن المستوى الذي شاركت به إريتريا، ولكن من خلال متابعة الصحف السودانية ومن خلال التصريحات التي أدلى بها الذين شاركوا في المؤتمر، الوفد الإريتري ما كان ظاهر، ويبدو أنه مشاركته كانت من أجل زر الرماد في العيون
ومحاولة التخلص من الضغط الدولي، خاصة وأنه سيف القرار 1907 مسلط عليه، وبالتالي يبدو أن الإريتريين أجبروا على هذا الحضور وليس كان من سياساتهم أو من أولوياتهم مثل هذه القضايا التي يعتبروها إسرافية حسب بعض المسؤولين الإريتريين. نعم. أيضا جمال، يعني السودان يعني كما نعرف جميعا يعني متورط بطريقة أو بأخرى كونه أن هذه العمليات يعني تحدث في أرضه ومن خلال يعني مجموعة الرشايدة التي لا تملك السلطات الأمنية على ما يبدو السيطرة عليها. هل تعتقد أن هل هناك رصد لخطوات عملية لقمع ظاهرة الإتجار بالبشر بعد هذا المؤتمر أو قبله؟ السودان أيضا يحاول أستاذ أمال الاستفادة من هذا الزخم الإقليمي والدولي، وقد طالب وزير الداخلية دعم دولي بالطائرات والمروحيات لمكافحة هذه الظاهرة. نعم. كما طالب برفع بعض العقوبات الدولية على السودان، يعني السودان نفسه يستغل الموضوع لصالحه. أثناء انعقاد المؤتمر في اليوم الثاني حدثت حادثة في شرق السودان، وهي إعلان عن التصدي لمجموعة من المهربين وتحرير 17 إريتري كانوا مكبلين بالجنازير والسلاسل في السيارات. هذا ما أعلنه جهاز الأمن والمخابرات في موقع هو قريب من الحكومة السودانية، أو موقع يعتبر موقع رسمي سوداني. أعتقد العملية إن حدثت وإن لم تحدث فهي أيضا موجهة للخارج أكثر من كونها محاولة فعلا للتصدي. خاصة أيضا أمان نلاحظ أن الشرطة السودانية بعيدة عن هذا الموضوع، مع أنه المؤتمر عقد في دار الشرطة بضاحية بري في الخرطوم. نعم. وكان تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية ونائب رئيس الجمهورية. نعم. فيبدو السودان أيضا يحاول أن يستفيد من هذا الأمر. عموما السودان مطالب الآن بالتوقيع على أو البرلمان إجازة القوانين التي أجازها مجلس الوزراء وحولها لمنضدة المجلس، وأيضا مطالب بالتوقيع على القانون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر. نعم. أمال هنا أحب أوضح أنه هذا القانون قديم وأقر من الأمم المتحدة، ولا ندري هل إريتريا موقعة على هذا القانون أو هي طرف فيه. عموما هذا الأمر باعتبار إريتريا يعني الأشياء والاتفاقيات لا تصدر في صحيفة نعم. قانونية نعم. يمكن الاطلاع عليها، وبالتالي الوضع غامض بالنسبة لإريتريا في موضوع القانون الدولي للاتجار بالبشر. نعم. يعني هذه الظاهرة جمال يعني تحتاج أيضا الآن بعد أن يعني رأينا نتائجها الفظيعة على الواقع من قتل ويعني وفقدان أعضاء وغيرها، تحتاج إلى وعي، إلى توعية للشباب. لن نستطيع أن نوقف أو لا أحد يستطيع أن يوقف مسألة الهجرة والرغبة في مكان أفضل للشباب الإريتري أو الإفريقي عموما في التنقل في المنطقة أو اللجوء إلى أوروبا، ولكن هناك يعني إمكانية توعيته للخطر وإمكانية يعني تحفيز جهات معينة كمنظمات المجتمع المدني. يعني برأيك كيف يعني يمكن أن يعني تلعب دور في الحد من المخاطر التي تواجه الشباب الذي يسعى إلى الهجرة للخارج؟ باعتراف الدول الأوروبية نعم واعتراف المؤتمر نفسه إنه إذا ما تم التصدي لموضوع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تتم في هذه الدول اللي هي دول المنبع، ووجود تنمية حقيقية وقيادة رشيدة في هذه المنطقة وديمقراطية تداول من خلالها الناس السلطة، أعتقد أن موضوع الهجرة سيستمر كما هو عليه الآن إن لم نقول أنه سيزيد. فبالتالي الحل الوحيد أولا على الأقل إحداث اختراق في نظم هذه الدول وإجراء تحول كبير لصالح الإنسان فيها. بعد ذلك يمكن الحديث عن أدوار أخرى، لكن هنا يجب نتحدث عن دور
لمنظمات المجتمع المدني الإريترية، وهي كثيرة حسب ما هو معلن، لكن على الأرض لا حركة يعني قوية لها. يجب هذه المنظمات على الأقل أن تفضح أدوار الذين يتاجرون بالشعب الإريتري وباللاجئين الإريتريين، وأيضا عليهم أيضا تكثيف الجهود مع الجهات المعنية في أوروبا من أجل الحد من هذه الظاهرة بطرح القضايا الأساسية لإريتريا، وهي غير معزولة عن الوضع العام في إريتريا، اللي هو وجود نظام قمعي ونظام ذو قبضة حديدية أمنية. لكن نشاهد بين فترة أخرى أعمال لأفراد وبعض المنظمات قدمت مساعدات جليلة وحقيقية لهؤلاء اللاجئين. الآن نحن نحتاج إلى تقديم العون لهؤلاء الناس، وعدم يعني سلك هذه الطرق الخطرة على حياتهم وعلى مستقبلهم في الدنيا. عموما نحتاج لمزيد من التكاتف بين منظمات المجتمع المدني وبين الإعلام وبين الجهات المختصة دوليا وقاريا من أجل التصدي لهذه الدائرة، أو على الأقل يعني المناقشة الحقيقية لأسبابها، مش يعني إفراغ من مضمونها السياسي والأمني الذي انطلقت منه أساسا. نعم. بالتأكيد جمال. يعني إذن يعني نحن أيضا هنا في صوت المنتدى يعني نناشد منظمات المجتمع الدولي الإريترية خاصة والسودانية أيضا بالعمل على يعني دائما متابعة هذه الظاهرة وكشفها والعمل على حماية المهاجرين الشباب. يعني كون أن نناقش، يعني نحن جميعا نعرف أن الأنظمة القمعية هي السبب وراء يعني هجرة الشباب وتعرضهم لهذه المخاطر، فهذا موضوع طويل، ولكن على الأقل هم الآن في وضع يحتاجون فيه إلى حماية وإلى توعية، ونتمنى أن تلعب هذه المنظمات دورها. هل من مزيد جمال في هذا الموضوع؟ نقطة أخيرة أحب أوضحها هنا، أنه قبيلة الرشايدة بتتحرك بارتياح في كل الحدود الإريترية السودانية المصرية بشكل مريح. نعم. وهي يعني أو المجموعات اللي تقوم بظاهرة التهريب والاتجار والبشر عندها علاقات على مستويات أمنية، سواء كان في داخل إريتريا أو في السودان. أيضا نذكر أنه الزعيم الأسود الحرة مبارك سليم هو واحد من أكبر التجار وأكبر الشركاء مع حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في التجارة. إذن هو محمي ويتحرك بشكل محمي، واعتقد هو بيعرف من الذي يقوم بالتهريب ومن الذي لا يقوم بالتهريب، خاصة إذا عرفنا أنه هذه المجموعات تستخدم أسلحة جيدة مدربة جيدا، تستخدم سيارات دفع رباعي، تستخدم مناظير ليلية، تستخدم يعني وسائل اتصال متطورة زي يعني موبايلات السرية وغيرها. يعني هذه الإمكانيات لا تمتلكها مجموعات وعصابات هي تعيش في البوادي والقرى، بل هي عملية منظمة تحت أغطية كثيرة أمنية أو سياسية لدول المنطقة، والجميع يبدو لا يريد الاصطدام مع الرشايدة، وبالتالي يا يغض النظر يا يعني يتعامل مع هذه الظاهرة من بعيد لبعيد أو بحذر شديد، يا إما لأن القروش المتداولة في هذا الموضوع قروش كبيرة، وبالتالي تغري يعني أيا كان في المنطقة، سواء كان الأجهزة الأمنية أو الشرطية أو غيرها. نعم. إذن يعني جمال، يعني نحن من صوت المنتدى هنا نناشد كل من يستطيع أن يعمل ويقدم الدعم والعون في كشف هذه الظواهر ومحاربتها، أن يعني يشارك معنا في هذا المنبر الإعلامي. أيضا أشكر لك جمال هذا الراصد القيم منذ الأسبوع الماضي إلى اليوم، وإلى أن نلتقيك يعني في الأسبوع القادم. لك تحياتي وتحيات المستمعين. شكرا لك جمال. شكرا جزيلا سيدتي. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stand,
my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Silently for me. صوت المنتدى. الحرية قيمة سامية. الحرية قيمة سامية تستدعي مسؤولية مماثلة لقيمتها، وهذا يتطلب إنتاج مشروع ثقافي نحرز من خلاله التغيير نحو الأفضل والتصدي لتداعيات ثقافة الاستبداد. فمناضلو الحرية عليهم تقييم تجربتهم. الدرس الأول الذي ينبغي الوقوف للاستفادة منه هو أن غالبيتنا يرغب في تحقيق وحدة المقاومة، أو بالأحرى ينادي بذلك، ومع هذا لم تتحقق هذه الوحدة. لماذا؟ الوحدة لا تأتي من خلال التسابق على مقاعد الرئاسة والإدارة. الوحدة تأتي من خلال عمل مشترك حقيقي ضد الاستبداد، ومن خلال خلق مظلة جامعة لقوى المعارضة في أماكن تواجدها. تقر هذه المظلة بأننا جميعا نسعى بهدف إسقاط النظام الدكتاتوري، والتنظيمات هي المعابر أو المنابر التي تعبر عن التعدد الفكري، كما أنها آلية لتحقيق هدف إسقاط الدكتاتورية وبناء دولة العدل. تنفذ هذه المظلة برامج مشتركة ضد الاستبداد عبر تقديم أولوية المصالح المشتركة للتنظيمات والتكوينات. يبدأ هذا العمل النضالي التنسيقي عبر الاتفاق حول برنامج حد أدنى، وهذه مسؤولية كل فرد وكل تنظيم، فكل من لا يقوم بخطوات عملية لإقامة هذه المظلة لا يحق له الحديث عن غياب العمل التنسيقي والوحدوي الحقيقي للمعارضة. إن الشر الذي نشب في جسد الشعب الإريتري كان مدخله غياب الحوار وانتهاج الإقصاء، وأن النظام الذي نسعى لإرساء أركانه ينبغي أن تكون غايته إسعاد الإنسان ماديا ومعنويا، وأن مقومات هكذا نظام هي الدولة الديمقراطية، والتي تؤسس بدورها على المواطنة، هذه المواطنة التي تتبنى قيم مشتركة. مدخلنا لهكذا واقع هو الحوار، ثم الحوار والفعل المشترك. الحوار بهدف الوصول إلى مخارج للعجز التشخيصي لدى البعض لواقع الأزمة، والفعل المشترك كونه صمام الأمان لتحويل ما تم الحوار بشأنه إلى منتج وواقع. فالحقل السياسي لا يحتمل إضفاء المطلقات على المجال العام، بل هو مجال للتدافع التنافسي المتكامل بما يخدم مصلحة المواطن وقبول الآخر كما هو لا كما نحب. لهذا أولوياتنا إدارة الحوار بهدف الوصول إلى ما يخدم تقدمنا المشترك بشروط عملية وواقعية، وبالاحترام المتبادل وضرورة الاستماع إلى الرأي الآخر بصبر وجلد وانفتاح، بحثا عن الحقيقة بهدف تلاقح الأفكار عبر تجنب استدعاء مثيرات وعناوين أخرى
كالقيام بإسقاطات لأحكام وأحداث تاريخية في غير موقعها كأداة للهروب عن الفكرة المطروحة. فعندما تظهر فكرة أو رأي يذكر بمكامن الضعف والكوابح ويدعو لتجاوز ثقافة الظاهرة الكلامية والسباب ويدعو إلى منهج المجادلة بالحسنى لإفراز إنتاج على الأرض، هكذا رأي يجابه من قبل البعض بمفردات غدت شائعة. على سبيل المثال يقولون: لا تعطينا دروسا، لا تتطاول علينا، أنت خادم النظام، أين كنت؟ لماذا صمت طويلا؟ وهكذا. تعبيرات تكشف عن عجز وضعف حجة في محاولة منهم لفرض الكلام بالرأي الجارح. وفي مفارقة مذهلة يصبح المنشق عن النظام بين فكي رحى النظام الديكتاتوري من جهة ورحى من يفترض أن يكون معه في خندق واحد من جهة أخرى، وكأن العدو هو من انشق عن النظام وليس النظام نفسه، وكأن عدم تمكن النظام من اغتياله أو اعتقاله يغيظ البعض فيحاولون أن ينزعوا عن المنشق كل قيمة معنوية ومادية، ويحددون له متى وكيف يناضل بدل محاورته وتقريب شقة الخلاف بينهما والتي لها أسباب موضوعية. كما تجدهم يتشفون من اعتقال واغتيال النظام لبعض من كان معه ويهاجم المنشق لاصطفافه ذات يوم مع الطاغية ضمن ظروف وحقائق مغايرة، وكأن الجميع لم يقف حينها ليصفق طويلا ليوم تحرير إريتريا. كذلك محاولة تحميل المنشق وصول الطاغية لمقاليد الأمر وليهاجم في ذات السياق بالخواء والفشل وفاقد القيمة. وهناك بعض الأفراد وبالرغم من وجودهم حتى الآن مع النظام تجدهم معذورون وتختلق لهم قصص بطولية. هل هكذا حديث هو حديث سياسي أم أنه شيء لا يمت للسياسة بصلة؟ وبغض النظر عن كل ذلك، هل يخدم ذلك المعارضة؟ أم أن مطلقي ذلك لا يعنيهم حقيقة أمر الاستبداد القائم في إريتريا ولهم قضايا أخرى؟ يقال كل ذلك وغيره ويتحول الأمر إلى إسقاطات وأحكام نمطية تعميمية جائرة وإلى مهاترات وسباب لا يستفيد منها إلا مشروع الجهل والانتصار للأنا بأي ثمن على حساب الحقيقة، والنتيجة تسمم الأجواء بالإرهاب الفكري وسيادة أزمة أخلاق فكرية وسياسية هي الوجه الآخر لما هو سائد في إريتريا. ومن هكذا حال يستحيل تصور إمكانية تغيير واقع مماثل قائم في بلادنا إلا إذا كانت الغاية تغيير أشخاص لا مفاهيم، وحتى هذا إمكانية تحقيقه غير واردة في ظل هكذا ثقافة. مثل هذا الواقع لا ريب أنه بحاجة إلى ثورة ثقافية لتغيير الفكر قبل كل شيء. وهكذا سنتطرق على عجالة إلى نقطة تجنبنا الحديث عنها كثيرا، ليس لأننا لا نملك ما نقول بل لأننا أثرنا الصمت ضمن رؤية الأولويات. وهذه النقطة هي: من يحاكم من؟ إن انشقاق البعض عن جبهة التحرير في مطلع السبعينات لم يكن ترفا، بل كان على خلفية إقصاء ومظالم قاسية ودامية بين المسلمين أساسا. ثم أسس الطرف المنشق إطارا تنظيميا في ظروف قاهرة ومريرة، سلاح العدو من أمامه وسلاح الأخ العدو من ظهره، حيث اتخذ بشأنهم في مؤتمر الجبهة الأول قرار صريح بتصفيتهم جسديا والتفاوض مع إسياس. فهؤلاء لم ينشقوا عن الجبهة لمناصرة إسياس، بل إسياس جاء بهم للاستفادة منهم. المصير المشترك بالموت الذي سلط عليهم من الجبهة هو الذي جمعهم. ثم قدموا تضحيات جسيمة وكبيرة لتحرير الأرض شبرا شبرا، ولعوامل حقيقية عديدة يعلمها كل متابع منصف ويتجنبها الكثيرون مكابرة، أدت إلى سيادة ثمة لونية ثقافية بعينها على الأخرى، مثل ما سادت كذلك في الجبهة. والمجال هنا لا يتسع للإسهاب، فضلا عن تبني البعض لسياسة احتجاز واعتقال قطاعات معينة من الثقافة الأخرى وحرمانها من المشاركة. عقب التحرير حدث انقلاب على المسار المعلن للتنظيم، وهذا أمر طبيعي ويحدث كثيرا. على خلفية هذا الانقلاب انقسم البعض إلى من يجاري الانقلاب وإلى من ضحى بحياته في صورة افتداء نادر القيم الإنسانية، مقدمين بذلك تضحية لتحرير الأرض ماضيا ثم تضحية لتحرير الإنسان حاضرا. لهذا نقول: من يحاكم من؟ دعونا نبحث سويا نحن الشعب العام والذي كنا دوما وقود النجاحات والإخفاقات عن حلول واقعية لحاضرنا ومستقبلنا الجمعي بعقل منفتح وبتجفيف المستنقعات وبسط حبل التكاتف والتغيير في الأفكار والقناعات والممارسات العملية بعيدا عن الأنانية وبعيدا عن حكاوي الدس السياسي التي أشيعت لتفريقنا من هنا وهناك.
والحديث مع بعضنا البعض بدل الحديث عن بعضنا البعض، وتجنب تسجيل المواقف وتصيد الأخطاء، وضرورة النأي عن التقاعس وملامة الآخر، والانكفاء لمعالجة عيوبنا بعيدا عن الاصطفاف على خلفية من قتل الحسين. علينا لملمة جراحاتنا التي توغلت فينا جميعا وصراعتنا سويا، فالآليات التنظيمية التي استخدمناها لتحرير إريتريا هي وسائل وليست غايات، ومحاولة إلباسها لبوس اجتماعية ثابتة ليس واقعا ولا يصب في مصلحة الجميع. قطعا ذاك الجميع الحريص على بناء مستقبل مشرق لإريتريا، فنحن كشعب إريتري الجبهة جبهتنا كشعب وكمبادئ، والشعبية شعبيتنا كشعب وكمبادئ. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، الآن أترككم مع وقفة شعرية متميزة لشاعر متميز وهو الأستاذ الكبير محمد محمود الشيخ المعروف بمحمد مدني، في قصيدة زهرة الإسفلت من أجمل إنتاجه الأخير. وعلى أمل أن ألتقيه كما وعدني قريبا في ساعة المنتدى لنتحاور حول الوطن، الشعر، القصيدة وهموم أخرى تجمعنا معه. أترككم الآن مع زهرة الإسفلت. زهرة الإسفلت. فتفتحي يا زهرة الإسفلت، فتفتحي يا زهرة الإسفلت. ها بعض النساء ينامن جل نهارهن، وذا المسمى ما يزال هو النساء.
فتفتحي يا زهرة الإسفلت ها بعض النساء ينمن جل نهارهن وذا المسمى ما يزال هو النساء. وأنا ابتدرت نكاية في الضد مرثية لجيل مقبل من مرضعات الوهم امرأة بدت كالمقبل المأمول لا صخرا فقدت ولا حكي لك الكلام وكلما اتفق الرواة عليه من حبب السلام. وتفتحي فالموت أقرب من صباح النور أو تصبح على خير. وتفتحي فالموت أقرب من صباح النور أو تصبح على خير وأسرع من لهاز قبلتنا الأخيرة في ممر الباب أقرب من لقاء عابر عند الإشارة أشتهي أن ألتقي الموت المناور كي يفر إلى الأمام. يا زهرة الإسفلت فلتتفتحي يا زهرة الإسفلت فلتتفتحي وأنا السماء. يا زهرة الإسفلت فلتتفتحي وأنا السماء. أنا يوم قادم هزي إليك بجذعك الأنا لا ينوه شاعر بالموت إلا والحياة هناك فمدي زهرة الإسفلت إصبعنا إلى عين الدماء. يا زهرة الإسفلت يا زهرة الإسفلت هيذا خيزران آخر في الفن. يا زهرة الإسفلت هيذا خيزران آخر في القلب. هل مرت حكايتنا على درب الفطام أم انتمينا للذين نحب؟ هل جاوزت أغنية النحيل الأسمر الكحلي يا امرأة العذاب الحلوي؟ هذا البيدر الممتد بيدرنا وحقل الآخرين هو الختام. وأنا أحبك مرتين وأنا أحبك مرتين لا شيء أكبر من بنات محبتي. وأنا أحبك مرتين لا شيء أكبر من بنات محبتي. وأحبك الأيام كاملة أحبك ذا المساء وذي النهارات الطليقة ذا الصباح. أحبك مرة في القلب يا أمي وأكثر في مراقي القلب أبعد من شجون لا ترينها يا سماء أفقها شفق وأغنية. وأنا أحبك مرتين لا شيء أكبر من بنات محبتي. وأحبك الأيام أحبك الأيام كاملة أحبك ذا المساء وذي النهارات الطليقة ذا الصباح. أحبك مرة في القلب يا أمي وأكثر في مراقي القلب أبعد من شجون لا طريقها يا سماء أفقها شفق وأغنية. وأنا البيت أبعد زهرة الإسفلت البيت أبعد والمسافة بيننا والناس سهمان. البيت أبعد والمسافة بيننا والناس سهمان. التقينا كي نرد الأول انطلقت تجاه حبيبة الأولى كأن الآخرين يروننا ماض. أنا يا زهرة الإسفلت ماض في طريقي والطريق إليك ماض في الطريق. تفتحي يا زهرة الإسفلت فلتتفتحي فاليوم قد أكملت دينك إنني والحب منتقص ولنا يا زهرة الإسفلت ولنا يا زهرة الإسفلت لي لك للذين نحبهم ضوء النهار. ولنا يا زهرة الإسفلت لي لك للذين نحبهم ضوء النهار. لنا انكساره في خطايانا لنا أن نشتهي ما نشتهي. يا زهرة الإسفلت إني أشتهي أن ألتقيك كأم الأولى بلا تفاحة ولا شيء. وأنا أغار من القميص عليك يا حبيبتي. وأنا أغار من القميص عليك يا حبوبتي. وأغار من نظراتك الحيرة لهيكل صاحبي. وأغار من تلفازك الأمي من صنبور مطبخك الأنيق.
ومن تلك التي تأخذك مني آخر الأسبوع هل تعفينني من أن أغار من البلاط وأنت تغازلينه مرة في الصبح أخرى في المساء وأحمل غيرة أخرى كجرح في المشيمة من طريق تنتهي بصفائنا هذا من القلب وأنا أغار من قميص أسنانك يا حبيبي وأغار من نظراتك الحيرة لهيكل صحي وأغار من تلفازك الأمي من صفور مطبخك الأنيق ومن تلك التي تأخذك مني آخر الأسبوع هل تعفينني من أن أغار من الانطلاق وأنت تغازلينه مرة في الصبح أخرى في المساء وأحمل غيرة أخرى كجرح في المشيمة من طريق تنتهي بصفائنا هذا إلى قلب هم يا زهرة الإسفلت هم يا زهرة الإسفلت باعوا بيتهم هم يا زهرة الإسفلت باعوا بيتهم لا بيت لي لأبيعهم هم يا زهرة الإسفلت باعوا بيتهم لا بيت لي لأبيعه مدني يديك إلى الذي لا بيت له غير الولد يا زهرة الإسفلت آخر عهده بالحب أن سكبت حبيبته خطيئته على رمل فمص الرمل جزءا من خطيئته ولم يكن الخطيئة أن تطاع أنا أصفر الصحراء أنا أصفر الصحراء يا حبوبتي أنا أخضر الغابات لا موت هناك ولا حياة أنا أول الغادين من كهف الخيال وآخر البشر الذين يروعون الناس في أفراحهم أن السلاطين انتهوا سلطان الدنيا كلام في الظلم هاجر كساب زلو نፃነት نحرነት كالس بنا جنا جنا نحكنا لوتي جنا جنا نور ودنا سنمكت قال سين زفلت هزبي سنمكت قال سين زفلت هزبي لو تنمز قاب أبزل علو نعبي عوات بغال سنبر عوات بغال سنبر أيكونن بوزبي هاجر نزفكر يخنون البي نزغر كل مقلا زاملو تتبي زي وكل وكنت مرحسن على مجحن كل ما مهمني ثورة بتان محزنة حدقن يا سهول شوفنا مدر بيت ملاقتي حمام
ዕድላይና ሃቦ ኣብ ሃገራብ ስደት ንቐዝንበገስ ብጽኑዕ ሓድነት ንሕሰብ ንመራመር ቁስልና ንምፍላጥ ርሑር ብምዃኑ ስንኩፍና ምፍቃስ ወይ ምምጣት ንጽማም ገዲፍና ድኽመት ካብ ምሕንጋጥ ንግለጾ ሕማምና ብዘይገለ ምዕባት ክሳብ ዘሎ ነፃነት ናሓርነት ክንቃለስ ኢና ገና የገና ናሓቀኛ ለውጢ ገና ገና ብኩኑ ወደና ኣጉል ኣሻርዎ ናይ ድሕረት ዝምድና أقول أشاروا نيدحرت زمدنا نقعز حد الناس عنك فدركنا سرع إلى مايو أفاوي ورسنا كم وقدون تعر أبسلنا بنا يدرف سواد سد انسساي سدد نضم سبورتمو وزي بلويوا علامة قديفو نمان يخسوا يفتاوي يتلو بعلي ما انفقام نايلو بغال سنا هاي فكرين من دام كسابت تقواس تيتنا حادنت قطعت الراقاقت نبعدوي عنوان يلا بغادنا بحوخ تساوت نحسب نمرامر وصلنا نمفلات يحرب مغانوس ونكفنا مفقاس ويمنتال نسمع قديفنا دخمت كام محنقات نقلت حمامنا زي قال معبات حكني لمتي وكون عقودنا خذك لسينا حكني لمتي وكون عقودنا صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، مؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر يختتم أعماله بالخرطوم، ووزير الخارجية الإريتري يتهم ناشطين إريتريين. تدفق أعداد هائلة من الإريتريين إلى السودان، وضباط في قسم الهجرة والجوازات يبيعون تأشيرات الخروج مقابل مبالغ مادية ضخمة. الأخبار بالتفصيل.
اختتمت يوم الخميس الماضي 16 من الشهر الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر دولي لمكافحة الإتجار بالبشر، وشاركت فيه كل من إريتريا ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان. كما حضر المؤتمر ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي. وأعلنت الحكومة السودانية أن هناك تحسناً في تصنيف الولايات المتحدة للسودان في مجال الإتجار بالبشر من المستوى الثالث، أي عدم التعاون وعدم التشريع وعدم الاهتمام، إلى المستوى الثاني بعد صدور قانون في عام 2014 ينص على عقوبة الإعدام لمن ثبت تورطه في تلك الجرائم. وأعلن المدعي العام بوزارة العدل السودانية في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الماضي أن أهمية انعقاد المؤتمر في السودان تأتي من كونه دولة عبور للهجرات الغير الشرعية، وقال أن بلاده تتطلع من انعقاد المؤتمر إلى تقديم مساعدات لها في مجال محاربة الإتجار بالبشر من المجتمع الدولي كمراقبة الحدود وتوفير التدريب والطائرات. هذا وقد حث المؤتمرون الدول المعنية للتعامل بعمق مع الأسباب المؤدية إلى تفشي هذه الظاهرة، ومنها أسباب اللجوء وعبور الحدود بين بلدان منطقة القرن الإفريقي في ظروف شديدة الخطورة. كما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي وهو وزير خارجية إيطاليا على أهمية متابعة الجهود لسيطرة تامة على هذه الظاهرة من خلال عقد مؤتمر آخر ضمن نفس الإطار في إيطاليا في 28 من الشهر المقبل. وأوصى إعلان الخرطوم الذي صدر عن المؤتمر الدول المشاركة بالتصديق على الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بالإتجار بالبشر والتهريب والجريمة الدولية المنظمة، وكذلك تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في بلدان المنشأ والمقصد والعبور من خلال التدريب والدعم الفني بغية مقاضاة المتاجرين وتوفير الحماية للضحايا. من جهته اتهم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الذي شارك في المؤتمر ناشطي حقوق الإنسان بالمشاركة في جريمة الإتجار بالبشر، داعيا إلى ضرورة إنهاء ما وصفه بالتسييس غير المبرر والانتقائي وغير المثمر لقضية الهجرة في إريتريا، متجاهلا بذلك الأسباب الرئيسية التي تدفع آلاف الشباب الإريتري للمخاطرة بحياتهم وتعرضهم للخطر، وفي أولها سياسات الحكومة الإريترية القمعية وبرامج الخدمة الوطنية الغير محدد، إضافة إلى انعدام فرص العمل والرواتب المناسبة. وعلى الصعيد نفسه أعلنت السلطات السودانية من تمكنها من إنقاذ 17 إريتري من قبضة عصابات الإتجار بالبشر، وذلك بعد دخولهم في اشتباكات مسلحة معهم في ضواحي ولاية كسل السودانية. شهد السودان وخاصة في الفترة ما بين 7 و13 من أكتوبر تدفق عدد كبير من الإريتريين الفارين من نظام السياسة التعسفي، فقد سجل معسكر ود الشريفي وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الإريتريين من مختلف الشرائح الاجتماعية من شباب الخدمة العسكرية والأطفال والنساء الحوامل وغيرهم، حيث بلغ حتى الآن عدد الفارين 567 شخصاً. وقد علمت مصادر المنتدى أن من بين اللاجئين فلاحين غادروا مزارعهم قبل حصاد محصولهم الزراعي، كما تشير معلوماتنا إلى أن عدد اللاجئين خارج هذا الإحصاء الذين عبروا إلى الخرطوم كثيرون لقلة التجهيزات الاستقبالية بمعسكر ود شريفي لهكذا تدفق من اللاجئين. علمت مصادر المنتدى بأن سلطات التأشيرة والهجرة بأسمرة ومن خلال كبار الضباط هناك تقوم خفية وفي مطار أسمرة بمنح تأشيرات الخروج لكل من يدفع مبلغ 300,000 نقفة. وعلى ذات السياق يقوم السماسرة بتقاضي ما بين 5 إلى 6,000 دولار لكل راغب في اجتياز الحدود البرية الإريترية إلى دول الجوار. وكذلك ولاستخراج تصريح المعالجة بالخارج يقوم الشخص بدفع 20,000 نقفة. وذكرت إحدى الشابات التي غادرت أسمرة في 6 من أكتوبر الجاري للمنتدى بأنها قد دفعت لسمسار مبلغ 300,000 نقفة لمساعدتها على الخروج. صوت المنتدى.
وفي ختام ساعة هذا اليوم أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا معنا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.